عنوان المؤتمر أهمية الإنترنت للتعارف والتواصل من خلال المؤتمر، ودور ده بالنسبة لوسائل التواصل، كيف تنظر لدور الإنترنت في التعريف بالمؤتمر وأهمية ده بالمؤتمر؟ والإنترنت وسيلة من وسائل الاتصال الجيدة اللي هي عملت تقريب مسافات و... و... وعملت تواصل بين الكيانات المختلفة، وعملت عملية توأمة بين متطلبات الدولة ومتطلبات الأجهزة المختلفة. المؤتمر اللي احنا المؤتمر النهارده مؤتمر طبعا اكيد تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، راعي الدوله المصريه بعنوان معا للسلام والتنميه، لان السلام والتنميه هما وجهان لعمله واحده. لا تنميه بدون سلام ولا سلام بدون تنميه، ونعلم جميعا ان الدوله المصريه بتسعى جاهده لاستقرار السلام في المنطقه، وعملية ترويض الصراعات المتبادلة بين الدول أو الموجودة بين الدول لكي تحقق تنمية مباشرة، تنمية صادقة بتخدم المواطنين وبتخدم الجمهور بصفة عامة، الطبقات الفقيرة بصفة خاصة. هل الإنترنت ممكن يساعد في التنمية خصوصا التنمية المستدامة؟ الإنترنت له دور رئيسي. أكيد طبعا، لأن وسائل الاتصال الحديثة بتيسر عليا موضوع الاتصال، وبالتالي الاتصال بتبقى بين الكيانات وبين الناس المشاركة والمتفاعلة في عملية التنمية. لو قلنا هناك إيجابيات وأيضا عبارة عن سلبيات الإنترنت في صعوبات التنمية، هل ممكن الإنترنت يزيل الصعوبات خصوصا في طريق التنمية؟ أنا الإنترنت طبعا هو أساسي في عملية سرعة الاتصال بين الدول. احنا في نقطة عندنا بس انه البعض بيستخدم استخدام سلبي. تمام. الاستخدام السلبي احنا بنقول ان احنا لازم نبعد عنه، يعني لازم يعني نعمق الاستخدام الايجابي لخدمة التنمية وخدمة الخدمات المرافق بصفة عامة. فأنا بأناشد الجميع إنه نحسن استخدام الإنترنت في الجوانب الإيجابية. الجوانب السلبية كثيرة ولابد أن تحجم، وأعتقد إن الدولة لها دور كبير جدا جدا في التحجيم، ولها دور كبير جدا جدا في المراقبة، وديت إن شاء الله بالكيانات المدنية والدولة أكيد هنقدر نتغلب على هذه السلبيات. كلمة أخيرة تقولها من خلال